السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا بعمل كده ان شاء الله، يعني هعمل كده كيكايه. عايزه اوريكم بقى طريقتها، يعني اللي انا بعملها يعني سهله وبسيطه جدا. خلاص. انا بعمل كده دول كده 3 كوبايات دقيق منخولين، وهحط عليهم كيس البيكنج باودر كله خلاص، و3 بيضات و2 فانيليا وكوبايه سكر وكوبايه لبن وكوبايه الا ربع سمنه. ماشي، ممكن تعمليها بزيت، يعني اللي حابب يعملها بزيت يعملها، اللي حابب يعملها بسمنه يعملها، بس انا عامه بعملها بسمنه، بتبقى ايه اطعم واحلى يعني. خلاص، خليكي بقى معايا كده ايه لاخر الفيديو واوريكي بقى طريقتها. انا كله بصوا هحط كله على بعضه هنا اهو، هحطه كده في الخلاط بتاعي. خلاص، زي ما انت شايفه كده كله هحطه في الخلاط، بس ما عدا الدقيق. هحط السمنه واحط السكر كل المكونات السايله واللبن، وهحط البيض والفانيليا، وكله هضربه مع بعضه في الخلاط، وبعدين بقى اروح حاطه عليهم ايه الدقيق اللي انا نخليه. بصوا بقى كده كل المكونات اهي مع بعض اهي في الخلاط، هضربها بس ايه. بصوا بقى كده ايه اهو الخليط بتاعي، شايفين طبعا سمكه عامل ازاي اهو، كله كده خلاص اتضرب مع بعضه. هبتدي بقى ايه انزله كده على الدقيق، وهبتدي بقى اعمل كده لحد ايه ما اخد القوام بتاع الكيكه اللي انا عايزاها. عشان ما اطولش بس عليكم الفيديو، لحد ما اعمل الخليط كله كده ببعضه هرجع لكم اشغله لكم تاني. بصوا بقى كده اهو، بصوا هو ده القوام بتاع الكيكه المظبوط. بصوا اهو، هبطن بقى كده صينيه بمعلقه سمنه كده ومعلقه دقيق، وهشغل الفرن على درجه حراره 180، وهسيبها يعني من ربع ساعه لنص ساعه كده ايه، يعني هسيبها كده حبه حلوين، يعني هي نص ساعه كفايه عليها اهو. وهوريكي بقى بعد ما تطلع هفضيها في الصينيه وارجع لكم. بصوا بقى كده اهو، حطها كده في الصينيه اهو. بس وهدخلها بقى في الفرن، وهوريكم بقى بعد ما تخرج هتبقى هشه كده وجميله ازاي. اهي بصوا بقى، انا لسه مطلعاها من الفرن اهي. بصوا بقى ما شاء الله لونها، هي ممكن بس يكون عشان الاضاءه فاتحه. بصوا انا بختبرها كده بالخله اهو، نضيفه اهو نضيفه. بس هقطعها بقى كده ونعمل بقى شاي بلبن كده بقى واوريكم ايه، بس انا هسيبها تبرد يعني مش هقطعها لكم دلوقتي. سيبها. بص كده اهو، بصوا عامله ازاي، هشه وجميله اهو كده. ودي بقى كانت الكيكه بتاعتنا النهارده اهي، سهله وبسيطه، واعمليها. وعملنا بقى جنبها شاي بلبن اهو، احلى طعم ممكن تدوقيه اهو، تحفه اهو. وبألف هنا وشفا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.